الدراجي. شكرا الدراري اللي داروا في كاس العالم. دابا الناس دابا عاد كنحسوا ملي الناس فرحوا معنا، وهذا لو تروفي بغيت نحتل اللاعبه والستاف ديالي اللي خدامين واللي كيحطوا لو ماكسيموم، وفرحه كبيره اللي حطوا هذا الانجاز تاع الرئيس ديال الجامعه على الخدمه اللي دار. دونك فوالا مزيانه على المغرب، وشكرا لسيدنا الله ينصرو على اللي كيدير علينا وعلى اليد اللي كيعطينا ديما. على مختلف الرياضات المتنوعه، كره القدم داخل الصاله، كره القدم المنتخب الاول، الوداد، الرجاء، يعني نهضه بركان كاين واحد النهضه كرويه اليوم. كاين التتويج ديال وليد وكذلك فوز ديال القجع اللي كتخدم الحمد لله كتوصل. مازال نشوفوا القدام الحمد لله. بالحق اللي مهم هي الناس دابا في العالم كيجيبوك باش يحطوا لك دي تروفي، دونك كتفرح على المغرب. كلمه اخيره للشعب المغربي والجمهور المغربي اللي كيتسنى من وليد، شنو توعدوا في المستقبل القريب؟ ديما كنعرفوا الجمهور ديالنا كيتسنى ديما اكثر من حنا. غنزيدوا القدام بحال اللي كنديروا في اي ماتش، نفرحوا بلادنا ونفرحوا البلاد المسلمين ان شاء الله، ويبقاو معنا وديما السير بحال اللي كنقول. كبيره بمختلف الرياضات العالميه هنا في سكاي نيوز في الامارات مع وليد الركراكي ومع كذلك فوز القجع. وتنعتقد بانه جد سعداء بالتواجد ديالنا هنا في ابو ظبي في ضيافه سكاي نيوز، وتنظن بانه لا السي فوجي القزاع لا وليد الركراكي فتنظن فيستحقوا هذا التتويج، لانه العمل اللي قاموا به عمل كبير، والعمل تنظن بدا من جلاله الملك الله ينصرو ويطول في عمره، لانه هو اللي اتاح الفرصه ولا فرش الارضيه باش يمكن وليداته يتألقوا ويكونوا في مستويات عاليه في اللقاءات والمباريات ولا تنقولوا في كاس العالم. وان شاء الله تنظن بانه هذه الا هي بدايه ان شاء الله ديال التألق. حقيقه اننا استمتعنا في الحفل وشفنا الانجازات ديالنا تعرض امام اعيننا، فالسي فوجي القجع يستحق كل التقدير والاحترام، وكذلك السي وليد الركراكي للعمل اللي قام به. ومن هذا المنبر ديالكم شكر كبير للاعبين اللي قاموا بعمل كبير في بطولة كأس العالم، وتنظر تتنظرنا استحقاقات أخرى، نتمنوا من الله التوفيق. اليوم شفنا وجوه عالمية، تكريم فوزي القجع الاتحاد المغربي، كذلك وليد الركراكي، كلارنس سيدور، في توري، أبرز النجوم. تحدثنا اليوم على هذه الليلة كيف مرت؟ وهذه الليله كما اشرت كانت ليله مميزه، اللي هي ليله الاساطير. عوده بعد 3 سنين، كنا نعرف السبب من طبيعه الحال الاجراءات الاحترازيه اللي هي كوفيد 19، لكن الجائزه هذه هو كما كنت شرت في احدى المقدمات تاع الحفل، هو ان هي اعتراف وتقدير من سكاي نيوز عربيه للانجازات تاع الاساطير العرب، وحنا كنا فخورين بانه نكرم اليوم اول اسطوره وعن الاتحاد المغربي لكرة القدم. كوني مغربي أنا بصراحة سعيد وفرحان، لأنه من ضمن المكرمين من ضمن كل الأسماء كان اسم المغرب موجود، الاتحاد المغربي لكرة القدم أو الجامعة المغربية لكرة القدم، الأستاذ فوزي القجع. وبصراحة الإنجازات الكبيرة اللي تحققت، ولهذا كنت مصر بأنه الناس بيتحدثوا فقط عن إنجاز المنتخب المغربي، هي منظومة فقط إنجازات على كل الأصعدة، سواء الأندية أو المنتخبات نساء ورجال. ومن طبيعة الحال المنتخب المغربي لحقوا في مونديال قطر، شاهدنا كيف هذا المنتخب أعاد الفرحة للوطن العربي. كنا بحاجة لهذه الفرحة، كنا بحاجة في ظل هذه الظروف والأزمات الموجودة، كنا بحاجة للفرحة، وهذا اللي يبين بأنه العالم كله تلم وراء المنتخب المغربي والتشجيع. فإحنا سعداء بأنه كانت هذا الليلة كانوا فيها كلهم هذه الأساطير. Well, it was a wonderful ceremony. I think very important athletes and achievement of federations and organizations in sports. Sports is so important for society, and I think this is a very nice evening of acknowledgements. Yes. What do you think about the Moroccan team and the Walid Regragui, coach? No, I love the coach. I love the Moroccan team. I love Morocco in general. I think now it's case to continue to grow and to push. It should be a starting point and not a point of arrival. So I'm very proud of what they're doing.
he can win the World Cup, inshallah. With a confidence that is important, and the support, and I think it's the moment to think it's possible. And I want to say thank you for my king, Mohamed Sadis, for his support, and Moroccan team, and all Muslims in the world for what I feel this support in the World Cup every game. Muslim people, African people, and next time, inshallah, we do it. Thank you. أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة، جائزة أفضل مدرب في العالم وليد الركراكي. Assalamu alaikum. Ramadan Kareem for all Muslims in the world. Thank you so much for Emirate people. All of Emirate people, I know he support Morocco in the World Cup, and I'm very proud about that. Sky News. And what I can say, with my team, I want to show of the world, inshallah, in the future, one African team on one Middle East team, he can win the World Cup, inshallah. With a confidence that is important, and the support, and I think it's the moment to think it's possible. And I want to say thank you for my king, Mohamed Sadis, for this support, and Moroccan team, all Muslims in the world, for what I feel this support in the World Cup every game. Muslim people, African people, and next time, inshallah, we do it.